عاوز مكان في المعادي يكون شامل وكامل ينفع للفسح والخروجات، تلاقي فيه كل حاجة بتدور عليها، سواء بقى كافيهات أو مطاعم أو سينما وصالة بولينج أو حتى جيم. ومش بس كده، ده مكان شامل فيه كل أنواع الجيمنج، ده حتى هتلاقي فيه برضو بنوك، هتلاقي فيه محلات وصيدليات. يبقى الفيديو ده علشان والمكان اسمه ذا كورتيارد في المعادي. طبعا اول ما بندخل المكان كده بنلاقي بوابه منوره، وفي بقى بنلاقي ديكوريشنز كتير كده، وبنلاقي ان المكان كله عباره عن دورين، دور اللي هو الارضي والدور التاني كده بيبقى زي دور روف. طبعا في كل المطاعم او اغلب المطاعم، يعني مثلا في منه داديز برجر، في منه برضو كافيه ومطعم اسمه فريمز، وفي برضو زهر بيروت، وفي برضو سينابون الشهير جدا الناس كلها بتحبه. وبرضو هنلاقي كافيه وريستورانت اسمه بوتري، برضو من الاماكن المشهورة وموجودة في اماكن كتيرة برضو. في ريفايف ده اللي هو الجيم اللي انا قلت لكم عليه، وفي كولد ستون بتاع الايس كريم، وفي بريموس بتاع البيتزا برضو مشهور قوي. والمكان اللي انا بشاور لكم عليه ده بقى ده المكان اللي هي الصالة بتاعة الجيمنج وبتاعة البولينج وبتاعة بقى كل الحاجات دي. دلوقتي هندخلها دلوقتي، روعة الروعة، فيها بقى السينما والكلام ده كله اللي احنا قلنا عليه في اول الفيديو. طبعا هم عاملين اماكن حلوة قوي برضو للتصوير، ان حد يكون حابب ان هو يتصور. وطبعا كل الكافيهات والمطاعم سواء الدور اللي هو الارضي او اللي هو الروف، الاتنين فيهم اندور او الدور، بحيث الناس اللي حابة تقعد او الدور بتقعد، والناس اللي تحب ان هي تبقى في الاندور بتبقى في الاندور عادي جدا. وبعد كده بقى هنلاقي يعني محل كده من ضمن المحلات اسمه تليفوني، ده بيبيع بقى الحاجات بتاعة الموبايلات والكلام ده كله. قدامه برضو يعني زي محل برضو صغنون كده، بيبيع برضو اكسسوارز وحاجات زي كده. وبعدين برضو هنلاقي محل بيقدم قهوة اسمه لوكاس كوفي، تمام. وبعد كده برضو على الجزء ده زي ما اتفقنا في بريموس بتاع البيتزا، ده دايما طبعا زحمة 24 ساعة، والناس كلها بتحبه وبتلاقوه دايما زحمة. وطبعا اللي هو يعني هحاول كده الفلكم بالكاميرا زي ما انتم شايفين لفة اخيرة في الدور ده، علشان تتفرجوا على المكان ككل. وده اللي هو الجيم اللي احنا قلنا عليه، وده اللي هو البنك اللي احنا قلنا عليه برضو. هنركب بقى الاسانسير عشان خاطر نطلع الدور التاني. الدور التاني بقى فيه هوك اند روك كافيه. وطبعا زي ما انتم شايفين برضو تحت كده نسيت اقول لكم في مطعم بتاع سوشي للناس اللي هي بتحب السوشي. المكان منساش اللي هم الناس محبين الاكل السوشي ده، فموجود زي ما انتم شايفين. ده كده بقى ايه يعني زي يعني تصوير يعني من بعيد للمكان ككل كده من فوق. بعد كده بقى بتلاقوا اللي هو السلم ده في الدور التاني، هو ده بقى السلم اللي بيودينا على السينما وبيودينا على المكان بتاع صالة البولينج وصالة الجيمنج والكلام ده كله. زي ما انتم شايفين كده اسمها سنشري سينماز، فيها برضو عروض يوم الاثنين. والعرض هو ان يعني كل يوم اثنين بتبقى سعر التيكت لأي حفلة من الحفلات جوه السينما 50 جنيه بس. واحنا دلوقتي بالفعل جوه السينما، طبعا لقينا افلام انجليش وافلام عربي كتير. وطبعا في برضو مكان اللي هو بيبقى زي نبقى فيه في الاستراحة، ناخد بقى منه اللي هو السناكس والفشار والكلام ده كله والجرانيتا والسموزي وكل الانواع دي والقهوة والكلام ده كله. يعني السينما برضو معمولة حلوة قوي في المكان ده. وبرضو طبعا في كذا شباك تذاكر برضو علشان الزحمة، حوالي 3 أو 4 شبابيك. وزي ما انتم شايفين كده دي بقى ايه يعني نموذج من النماذج بتاعة الأفلام المعروضة. ده اللي هو الدور الأولاني في السلم اللي احنا طلعناه ده بتاع السينما. بعد كده بننزل طبقة تانية تحت، ده بقى بيودينا على المكان بتاع صالة البولينج وصالة الجيمنج، واللي هي المنطقة بتاعة الألعاب كلها. طبعا شايفين في بوابة كده برضو بتطلع على بره للناس اللي هي حابة تطلع بره. زي ما انتم شايفين كده ابتدت بقى اليافطة بتاعة صالة البولينج توضح، والانوار كمان ابتدت توضح بالنسبه لنا. المكان بصراحه عجبني جدا تحت بتاع صاله البولينج ده، حسيت ان الانوار كده والفايبس اللي موجوده فيه جميله جدا وعجبتني قوي. ولما ننزل مع بعض تحت دلوقتي هتنبسطوا معايا جدا بجد، وهتتفرجوا على مكان حلو وفايبس جميله ومختلفه في المكان. زي ما انتم شايفين كده مثلا في ترابيزه اير هوكي الناس اللي بتحب الاير هوكي، وفي اماكن كتيره يعني لعب جيمنج كتير، وده الشباك اللي انت بتحجز منه اي جيم انت عايزه. وزي ما انتم شايفين بقى كده عاملين انوار وليزر ولايتس والكلام ده كله، ومشروبات برضو تحت لو انتوا حابين غير اللي هي المشروبات بتاعه السينما. واماكن بقى كده زي ما انتم شايفين كده تتصوروا جنبها.
حاجات جميلة جدا بصراحة. وادي اللين بتاع اللي هو صالة البولينج، زي ما انتم شايفين شكله جامد جدا جدا وروش قوي، فعجبني جدا بصراحة المكان. وفي بقى بلاي ستيشن والكلام ده كله، تقدروا ان انتوا تلعبوا وتجمع بقى الشباب، وخروجه حلوة قوي في المعادي مختلفة. دايما احنا لما بنروح المعادي بنبقى محتارين مش عارفين، يعني عايزين نجمع كذا حاجة في مكان واحد. فالمكان ده انبسطت جدا ان انا لقيت فيه كذا حاجة، لان المعادي مثلا انا ممكن اكون حابة ان انا اروح على النيل هناك، وبعد كده ابقى مثلا جاي في دماغي ان انا العب بولينج، او جاي في دماغي ان انا مثلا ادخل سينما او الكلام ده كله، بلاقي بقى ان انا يعني هضرب مسافات بعيدة ومختلفة. انما المكان ده نجح في ان هو يجمع لي كذا حاجة، 3 في 1 بالنسبة لي. اول حاجة كافيهات ومطاعم، تاني حاجة السينمات، تالت حاجة صالة البولينج. فبكده انا اكون قدرت ان انا الم كل حاجة في خروجة واحدة، بالاضافة لو انا بقى عايزة اطلع براه واروح على النيل، فكده يبقى يوم شامل كامل بالنسبة لي، واحلى خروجة واحلى جولة. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي، تدعموني ان انا استمر. ميرسي جدا ليكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.